ولكن دخول المعارضة الجديدة حركة التغيير الذين قياداتهم الحالية كانوا مطلعين على مشروع دستور إقليم كردستان ووافقوا عندما كانوا أعضاء في مكتب السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني، وافقوا على هذا المشروع، وربما بعضهم في قيادات عليا لماذا لم يتم التصويت على دستور إقليم كردستان. هذه حقائق، ونحن نعم التصويت لم يتم طرحها بسبب استمرار خلافات وعدم التوصل المعارضة مع الحزبين الرئيسيين على كيفية إجراء الانتخابات التعديلات، ولم تكن الصورة واضحة لدى المعارضة ما هي النقاط والمواد التي بحاجة إلى إجراء تغييرات. وبعد رسالة رئيس الإقليم إلى رئاسة البرلمان قبل أقل من شهر قامت رئاسة البرلمان باللقاء مع كل الأطراف، ولم تكن هناك أجندة أو برنامج كامل من المعارضة لإجراء التعديلات على مشروع. لم تكن يعني الصورة واضحة ما هي المواد التي بحاجة إلى ألا يوجد مبادرة للجلوس على طاولة واحدة والحوار؟ اسمح لي لضيق الوقت سيد طارق. لا يفيد صراحة. أستاذ محمد اسمح لي، يعني لماذا لا يوجد هناك جلسة حوار ما بين جميع الكتل السياسية والأطراف السياسية كذلك مع المعارضة؟ لماذا لا يوجد هناك جلسة حوار فيما بينكم؟ المعارضة كان لديها المعارضة كانت لديها شروط مسبقة مع الجانب الآخر من الحزب الديمقراطي. الاتحاد الوطني لعب دور الوسيط فيما بينهم، ورئاسة البرلمان اليوم لعب دور الوسيط. أنا لا أتحدث كطرف مشارك في الصراع بينهما، وهذه هي حقائق. أنا شاركت في كل لقاءات ما قام به رئيس البرلمان مع الأطراف المعنية. لذلك لمسنا، وأيضا يوم أمس أصدرنا رئاسة البرلمان بيانا وضحنا فيها بسبب فشل الجهود التي قمنا بها من أجل حث الأطراف وحث المعارضة والسلطة بتقريب وجهات نظر وإبداء المرونة في التعامل مع مشروع دستور. أتعتقد ولاية بارزاني ثالثة تعتقدها قانونية؟ أنا لا أراها غير ديمقراطية، لأنها سوف تملئ الفراغ التشريعي والقانوني في إقليم كردستان. يعني أسأل سؤال لأخ محمد، في قانون رئيس إقليم كردستان هناك مادة عندما يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الدورة وفرز الأصوات وإعلان النتائج، من يطلب عقد أول جلسة للبرلمان؟ رئيس الإقليم. عندما لا يوجد رئيس إقليم من يقوم بهذا الدور؟ لذلك كان يحدث فراغ قانوني وفراغ دستوري، أصلا ليس لدينا مشروع دستور. لذلك ينبغي هناك فرصة أختي العزيز وللأخ محمد وللمعارضة وللسلطة، عندما قام رئاسة البرلمان بهذه المبادرة أعطى فرصة جديدة أمام الأطراف للتشاور والتحاور خلال الشهرين أو سنتين الماضيين لانتهاء الدستور. ولا ننسى بأن المادة الثانية من تمديد ولاية رئيس الإقليم تدعو، المادة الثانية تجري التعديلات على مشروع دستور إقليم كردستان وبالتوافق ضمن المدة المبينة في المادة الأولى من هذا القانون. يعني هناك كل ما يقوله شروط ارتبطت بتمديد ولاية رئيس الإقليم، وهذا التمديد لا يتم. اسمح لي، سوف أعود إلى سيد محمد كياني، سوف أعود إليك بعد قليل. كيف ترى سيد محمد على ما يتحدث به أستاذ طارق أنه يجب أن يكون هناك رئيس للإقليم لتحديد يوم لأول جلسة؟ صراحة هذه كل هاي الحجج اللي تحدث عنه السيد طارق لا يجيب على السؤال الجوهري، وهي لماذا تأخير التصويت على أو الاستفتاء على الدستور إلى الفترة الأخيرة؟ هاي المسألة الأهم. المسألة الأخرى وهي أنا أعتقد هاي كلها، لماذا يكون هناك فراغ قانوني إذا هناك انتخابات؟ إذا هناك انتخابات رئاسة الإقليم لماذا هناك فراغ قانوني؟ ليس هناك، هم يخلقون الجو للفراغ القانوني، وإلا القانون ينص على أن تجري الانتخابات رئاسة الإقليم مع البرلمان. حتى يكون هناك الرئيس، والرئيس يدعو عند قيامه بمهامه يدعو لعقد جلسات البرلمان، ولكن هم يخلقون هذه الحجج لإعطاء الشرعية لهذا القانون الغير ديمقراطي. سوف أعود إلى أستاذ طارق. أستاذ طارق اسمح لي، يعني هذا اتهام من سيد محمد كياني، أنتم تخلقون هذا الفراغ القانوني، كيف ترد؟ نحن أنا أمثل رئاسة برلمان كردستان ولا إذا أنت تمثل حزب، لأن هذا النبرة الحزبية وليس نبرة مهنية سياسية أخرى. أنا أتحدث كمستشار رئيس البرلمان. هناك حقائق من واجب أن أوضحها للمشاهدين الكرام. يعني قانونين يختلفين، لا يتم إجراء انتخابات رئاسة برلمان كردستان مع رئيس الإقليم بقانون واحد. ويعرف أخي العزيز بأنه هناك قانونين مختلفين، هاتين القانونين تم الإجراء تعديلات عليها كثيرا في خلال السنوات الماضية. لذلك
مشروع دستور إقليم كردستان كان يتضمن نقاط مهمة يتعلق بانتخاب رئيس الإقليم. كان لابد من إجراء توافق حول مشروع دستور إقليم كردستان وانتهاء من هذا الأمر حتى يتبين صورة أوضح لشكل كيفية انتخاب رئيس إقليم كردستان. لذلك بسبب عدم توصل إلى الأطراف المعنية إلى حل وسط لهذه المشكلة وحل توافقي، فقد كان لابد من رئاسة ليس هناك مشكلة وإنما خلقوا المشكلة. الريادي في إذا هناك ديمقراطية المرحلة عدم إفساح المجال، خلق فراغ دستوري، فراغ تشريعي. لا ننسى بأن المعارضة أستاذ طارق هناك من يتهمكم في عدم على الدستور خلال 4 سنوات الماضية. أستاذ طارق هناك من يتهمكم بافتعال المشاكل. نحن نعم لماذا استغرب يعني على الدستور؟ أولا ثانيا لماذا هذا الفراغ؟ هذا كله خلق المشاكل يعني لتمرير خططكم. أخي محمد يا أخي اسمع، وإذا أنت إذا تحترم خيار الديمقراطي، خيار الديمقراطي يعطيك موعد الانتخابات أولا، يا ديمقراطية تريدون تجاوزون على الديمقراطية. الديمقراطية أقلية تريدون الديمقراطية في كل بلدان العالم، وفي دول الديمقراطية احترام الرأي الآخر وعدم خلق الفوضى وعدم التجاوز على أجهزة ورئاسة البرلمان وكسر الميكروفونات والكمبيوتر داخل القاعة. كل ما قمتم بها هي تجاوز على مشروع دستور النظام الداخلي البرلمان ولم تكن ديمقراطيا. أنتم تجاوزتم على الديمقراطية داخل قاعة البرلمان. أخي العزيز، أرجو أن تعودوا إلى الديمقراطية. لو لم تكن هناك ديمقراطية من أين كنتم تأتون إلى البرلمان ومن أين كنتم تتحدثون بكل هذه الصراحة؟ اسمح لي أصل المقاطعة. سؤال آخر لضيق الوقت سيد طارق، اسمح لي، يعني هل ستتمكن الأطراف السياسية في الإقليم لحل أزمة الدستور؟ أنا متفائل إن كان هناك نوايا صادقة من قبل الأطراف المعنية، من قبل الحزبين الرئيسيين ومن قبل المعارضة. يجب أن تكون هناك مرونة، يجب أن تكون هناك يعني ثقة متبادلة فيما بينهم. أنا شخصيا لا أتصور بأن هناك مستحيل فيما بينهم. السياسة ربما بحاجة إلى أن تكون هناك لدينا نفس طويل، ولكن مع الأسف الشديد هناك أطراف ليس لديهم هذا النفس الطويل في الديمقراطية. نحن في بداية خطوات الديمقراطية، ولكن مع ذلك قدمنا نماذج متقدمة قياسا بما تشهدها العراق والمنطقة في الديمقراطية. المعارضة ما تقوم بها داخل برلمان كردستان لا يستطيع القيام بها داخل مجلس النواب العراقي. لم نرى يوما موقفا من المعارضة في مجلس النواب العراقي يعني يتفق مع المواقف الوطنية والقومية للشعب كردستان. هذا كذب. أنا أقول هذا خلال بغداد، وما هي الاحتجاجات التي قدمتها خلال المشاريع والقوانين التي كانت بضد مصلحة الشعب كردستان خلال السنوات الماضية. رجاء لضيق الوقت، المعارضة لمحت اسمح لي المعارضة لمحت بتظاهرات سوف تخرج في شوارع إقليم كردستان بسبب عدم تعديل القانون. أنتم كيف تعلقون؟ أي طرف من حقها ما دام نتحدث عن الديمقراطية إجراء تظاهرات سلمية شيء أرجو ولكن مع الأسف هل سيؤدج هذا أزمة جديدة في إقليم كردستان؟ داخل قاعة البرلمان يعني أعضاء من حركة التغيير تجاوزوا على أرجو إذا التظاهرات حصلت بها يعني التجاوز على أموال الدولة وتجاوز على وتخريب البنايات والمنجزات التي قامت بها حكومة إقليم كردستان خلال السنوات 10 الماضية، فهذه ليس تظاهرات، وإنما ربما بحاجة إلى أن نسميها تسمية أخرى. ولكن من حقهم أن يخرجوا ومن حقهم أن يتظاهروا وأن يعارضوا أي قانون تشرع في برلمان كردستان. وما زالت هناك فرصة. رئيس الإقليم بعد لم يصادق على هذين القانونين، وربما يقوم رئيس الإقليم بإعادة القانون إلى البرلمان، وستكون هناك فرصة جديدة أمام الأطراف المعنية من المعارضة ومن السلطة بالتنسيق مع الأطراف الأخرى بالتوصل. يعني المعارضة تدعو إلى الديمقراطية وإلى احترام رأي الشعب، ولكنه بنفس الوقت المعارضة في لقاءاتنا معهم خلال هذه المدة الزمنية هم أكدوا رفضهم اللقاء مع الأحزاب الكردستانية الذين هم خارج برلمان كردستان. يعني هم يريدون فقط ما هم موجودين داخل القاعة، لا يحترمون وجود أحزاب أخرى خارج القاعة. لذلك كان ينبغي عليهم أن يكونوا صدرهم أوسع وأن يتقبلوا بأن هناك ديمقراطية حق داخل برلمان كردستان. الأغلبية والأقلية تحكم في المسائل التي لا توجد فيها التوافق. نعم سيد طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان، شكرا لانضمامك إلينا في 10-11.